الهلال يسقط بثنائية أمام نيوم ودياً. قرار الشباب في صفقة محلي الهلال خلال الشتوية. إنزاغي يضحي بنجم الهلال رغم القناعة الفنية. قرار مفاجئ خلف الكواليس. الهلال في مواجهة إنتر ميامي وفينربخشة. صراع عالمي على ضم نجم برشلونة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هل اشتركت في قناة شبكة المشجع الهلالي على اليوتيوب؟ نعم اشتركت، وهي مصدري الأول لأخبار الزعيم الملكي. أنت كمان اشترك، ايش تنتظر؟ أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة، المصدر الأول لأحدث أخبار الكرة السعودية من قلب الملاعب إلى كواليس الأندية. هنا نضعكم في الصورة الكاملة لكل ما يدور داخل نادي الهلال من تحضيرات المباريات وقرارات الجهاز الفني إلى آخر تطورات سوق الانتقالات محليا وعالميا. جماهير الزعيم، خلونا نبدأ جولتنا الكروية بالتفاصيل كاملة. الهلال يسقط بثنائية أمام نيوم ودياً. خسر فريق الهلال مباراته الودية أمام نظيره نيوم بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب نادي الهلال ضمن استعدادات الأزرق لاستئناف المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة. ودخل الهلال اللقاء بتشكيلة ضمت عدداً من العناصر الأساسية إلى جانب بعض الأسماء العائدة من الإصابة، في إطار رغبة الجهاز الفني في الوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين. وافتتح الهلال التسجيل عند الدقيقة 25 عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء تعامل معها بذكاء ووضعها في الشباك، لينهي الزعيم الشوط الأول متقدما في النتيجة. وقبل نهاية الشوط الأول تمكن فريق نيوم من إدراك التعادل عن طريق اللاعب أحمد عبده بعد احتساب ركلة جزاء نفذها بنجاح داخل شباك الهلال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وفي الشوط الثاني واصل الفريقان تبادل المحاولات حتى نجح فريق نيوم في تسجيل هدفه الثاني عند الدقيقة 80 مستغلا هجمة مرتدة أنهاها داخل مرمى الهلال ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1. وشهدت المباراة مشاركة القائد سلمان الفرجي أساسياً في عودة منتظرة بعد غياب طويل عن الملاعب إثر الإصابة التي تعرض لها منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة مجدداً مع الفريق في خطوة مهمة قبل الاستحقاقات القادمة. قرار الشباب في صفقة محلي الهلال خلال الشتوية. شهدت الساعات القليلة الماضية قيام أحد وكلاء اللاعبين بعرض خدمات لاعب الهلال عبد الإله المالكي على إدارة نادي الشباب، وذلك لبحث إمكانية انتقاله إلى صفوف الليث خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بصورة رسمية. وقررت إدارة نادي الشباب منح المدرب الإسباني إيمانويل الغواسيل الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع عبد الإله المالكي من عدمه، في ظل الرغبة في أن يكون القرار فنيا بحتا يتماشى مع احتياجات الفريق. ويأتي هذا التحرك في وقت سيدخل فيه اللاعب الفترة الحرة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتهي عقد عبد الإله المالكي مع نادي الهلال بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي ناد آخر دون الرجوع لإدارة الزعيم. وفي المقابل يواصل فريق الشباب استعداداته لمنافسات دوري روشن السعودي، حيث يعمل المدرب الإسباني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية، سعيا لتقديم مستوى أفضل في المباريات القادمة. إنزاغي يضحي بنجم الهلال رغم القناعة الفنية. كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود عن توجهات فنية جديدة داخل نادي الهلال يقودها المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، تتعلق بإعادة ترتيب قائمة اللاعبين الأجانب في المرحلة المقبلة. وأوضح أباعود أن إنزاغي يدرس بجدية إدخال النجم البرتغالي جواو كانسيلو ضمن القائمة الأساسية للاعبين الأجانب ليكون بديلا للمهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، في قرار وصف بالمفاجئ خلف الكواليس. وأشار أباعود خلال حديثه في برنامج دورينا غير إلى أن هذا التوجه لا يعود لعدم قناعة فنية بقدرات نونيز، بل على العكس، حيث يحظى اللاعب بثقة المدرب لما يمتلكه من إمكانيات تهديفية عالية. إلا أن الإصابات المتكررة التي تعرض لها نونيز خلال الفترة الماضية وغيابه عن عدد من المباريات المهمة دفعت الجهاز الفني للتفكير في هذا التغيير من أجل الحفاظ على استقرار الفريق وضمان الجاهزية الدائمة للعناصر الأجنبية.
وأكد أباعود أن تكرار الإصابات يمثل السبب الرئيسي وراء دراسة الاستغناء عن نونس في القائمة المحلية، خاصة في ظل ازدحام المنافسات المحلية والقارية وحاجة الهلال لكل لاعب أجنبي جاهز بدنياً وفنياً. ويمتلك الهلال بديلاً جاهزاً في الخط الأمامي يتمثل في البرازيلي ماركوس ليوناردو الذي قدم مستويات جيدة ويمنح الجهاز الفني خيارات إضافية في الهجوم. خيارات مستقبلية لملف نونز. أوضح الإعلامي عبد الرحمن أباعود أن النقاشات داخل أروقة نادي الهلال تتمحور حالياً حول خيارين أساسيين لمستقبل داروين نونيز. الخيار الأول يتمثل في قصر مشاركته مع الفريق على منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة فقط مع استبعاده من القائمة المحلية. أما الخيار الثاني فيتعلق بإمكانية إعارته لمدة 6 أشهر إلى أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه من أجل منحه فرصة اللعب بشكل مستمر واستعادة جاهزيته البدنية. وتترقب الجماهير الهلالية ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من قرارات رسمية، خاصة مع اقتراب مواجهات قوية أبرزها صراع الصدارة في دوري روشن إلى جانب نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين واستكمال مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة. الهلال في مواجهة إنتر ميامي وحنربخشة على نجم برشلونة. تشهد الساحة الرياضية العالمية تطورات مثيرة في ملف انتقال النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة الإسباني وسط اهتمام متزايد من أندية كبرى حول العالم. وكشف الصحفي الموثوق أكرم كونر عبر حسابه على منصة إكس أن مستقبل اللاعب بات محل نقاش واسع، خاصة في حال عدم التوصل للاتفاق مع برشلونة بشأن تجديد عقده. وأشارت التقارير إلى دخول نادي فنربخشة التركي على خط المفاوضات، حيث يدرس النادي إمكانية التعاقد مع ليفاندوفسكي في صفقة من العيار الثقيل لتعزيز خط هجومه. وفي الوقت ذاته تتحرك أندية أمريكية بارزة على رأسها إنتر ميامي وشيكاغو فاير لإقناع النجم البولندي بخوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها الMLS. ورغم هذا الاهتمام العالمي إلا أن ليفاندوفسكي لا يبدي رغبة في مغادرة برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يفضل دراسة جميع الخيارات المتاحة بعناية قبل اتخاذ قراره النهائي. وفي السياق ذاته يبرز نادي الهلال كأحد أبرز الأندية المهتمة بضم ليفاندوفسكي، حيث يضعه الزعيم هدفا رئيسيا لتعزيز خط الهجوم في دوري روشن السعودي وسط مراقبة واهتمام من أندية سعودية أخرى. وتترقب الجماهير الهلالية ما ستسفر عنه المفاوضات القادمة في ظل المنافسة الشرسة من الأندية الأمريكية والتركية على توقيع واحد من أعظم المهاجمين في كرة القدم. بهذا نكون قد استعرضنا لكم آخر أخبار نادي الهلال، من نتائج المباريات الودية إلى قرارات الجهاز الفني وتحركات سوق الانتقالات محلياً وعالمياً. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أولاً بأول. كرتنا السعودية تستحق المتابعة، ونحن هنا لننقل لكم كل التفاصيل لحظة بلحظة.